مساء الفل على كل قلب بيصدق ان القدر بيخبي حكايات اكتر من اللي احنا بنشوفها. ومساء الجمال على احلى ناس، ويا رب تكونوا دايما بخير. رجعنا لكم من تاني مع الجزء التاني من روايتنا الجميلة عشقت طالبتي، واللي فيها المشاعر هتبقى اعمق والاسرار هتكتر وناس فرقتها الظروف، لكن القدر لسه عنده كلام تاني وحكايات لسه ما اتحكتش. ويلا بقى صلوا على النبي وابدأوا معايا رحلة جديدة مليانة أحداث ومفاجآت. بحبكم جدا يا أحلى متابعين في الدنيا، وشكرا من كل قلبي على دعمكم وتشجيعكم ليا اللي بيخليني أكمل. ما تنسوش تدعموني بلايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول، وكمان الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. واهم حاجة عندي اكتبوا رأيكم في الكومنتات، انا بحبكم قوي وبحب اقرا كل كلمة بتكتبوها. وتعالوا بقى نبدأ اول صفحة سوا من الرحلة الجديدة ونشوف القدر مخبي ايه المرة دي، ونقول بسم الله. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. قال المأذون كلمته الأخيرة ومشيوا معاه الشهود أحمد وسامي أصدقاء حمزة، وهند كانت قاعدة بتعيط. مبروك يا عروسة، دلوقتي انت بقيتي مرات حمزة الجراحي رسمي. لا أنا مش مراتك. حمزة قرب من هند عشان يمسح دموعها. ابعد عني وإياك ايدك دي تقرب مني، لو خطيت خطوة واحدة يا حمزة كمان أنا هقتل نفسي، انت سامع؟ هقتل نفسي. خلاص اهدي يا هند، انا هسيبك دلوقتي بس هرجع تاني، انت سامعة؟ علشان انت لازم تتقبلي الامر الواقع انك بقيتي ملكي ومراتي خلاص، فاهمة؟ خرج حمزة وساب هند في الأوضة عمالة بتعيط، وكان سايب لها طبق فاكهة. أخدت السكينة من طبق الفاكهة وقالت سامحني يا رب، مفيش قدامي حل تاني. ومرة واحدة دخل حمزة وأخد منها السكينة ورماها بسرعة. انت اتجننتي؟ عاوزة تحرميني منك يا هند وكمان تموتي كفرة؟ سيبني، الموت أرحم منك وربنا أكيد هيغفر لي. ربنا بيغفر اي حاجة الا الكفر، انت عاوزة ايه؟ فهميني بتعملي كده ليه؟ عاوزاك تبعد عني، عاوزة أبعد عنك، مش عاوزاك في حياتي، هو ده اللي أنا عاوزاه. طب اهدي، انا مش هقدر اشوفك كده قدامي. لا وانت بتحس قوي، لو عندك كرامة طلقني يا حمزة، طلقني. لا مش هطلقك، لو ما سكتيش هوريكي وشي التاني، وعلى الله اسمع صوتك تاني يعلى في البيت، انت فاهمة ولا لا؟ مش فاهمة، واوعى بقى، انا تعبت، مش عارفة ليه الحاجات دي بتحصل معايا انا. طيب انا عملت ليك ايه يا دكتور حمزة؟ انا كنت بعاملك بكل احترام، تقوم تخطفني بالطريقة دي وتجبرني على الجواز منك بالطريقة دي ليه؟ طيب. فضلت لعدة ساعات بتعيط، ومرة واحدة راحت في النوم. أخدها حمزة وشالها وحطها على السرير وقعد جنبها وهو بيقول بكل حب لو تعرفي بحبك قد ايه يا هند، انا عملت كل ده عشانك، انا بحبك، انتي الوحيدة اللي قدرتي تدخلي قلبي من كل الستات، وكان نفسي تحبيني زي ما انا بحبك. بص عليها بحزن ونام. في مشهد تاني في بيت هند، محمد الأصغر منها أخو هند بغضب بنتك حطت راسنا في الطين يا بابا، سببت لنا فضيحة كبيرة، كل ده بسبب دلعك فيها، هو اللي عمل فيها كده، شايف عملت ايه؟ فضحتنا. اسكت يا محمد يا ابني، كفاية اللي انا فيه، المهم دلوقتي نعرف هي فين وايه اللي حصل ليها، انا قلبي مش مطمئن، انا حاسس ان بنتي حصل ليها حاجة. انت لسه هتدافع عنها يا بابا؟ دي واحدة بهدلت سمعتنا وشرفنا، دي واحدة هربت بمزاجها. ازاي بس يا ابني؟ دي هي اللي كانت عايزة تتجوز رامي زميلها في الجامعة، وانا اللي كنت رافض لحد ما تخلص دراستها، انا هتجن انا. يوه انا ماشي، انت دايما اصلا بتقف في صفها، دي عيشة طهة، انت اللي بتدلعها زيادة عن اللزوم، وهو ده اللي وصلنا للحال ده. في صباح يوم جديد في بيت حمزة، وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء التاني من روايتنا، لكن صدقوني اللي هيحصل في الجزء الجاي هيقلب الأحداث كلها.
تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ اكتبوا توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجزء التاني اول ما ينزل. مستنية رأيكم في القصة في الكومنتات. اشوفكم في الجزء الجاي، ومع السلامة يا احلى واغلى زوار.